السلام عليكم. وصفتنا اليوم هي عبارة عن فطاير أو خبز مورق بالسمنة بحشوات لذيذة وشهية. هاي المقادير للي حب يصور الشاشة، وبالتأكيد رح تلاقوا المقادير مكتوبة بصندوق الوصف أسفل الفيديو. نبدأ بإعداد العجينة. عندنا طحين ضفت له ملح، ورح أضيف أيضا سمنة مذوبتها، ورح أبتدي بالعجن، ورح أبتدي بإضافة ماء بدرجة حرارة الغرفة. أضيفها بالتدريج. بالبداية ضفت كوب، وبعدين صرت أضيف ملعقة ملعقة لحتى ما تصير معي العجينة لينة، لأن المفروض بهاي الوصفة تكون العجينة قاسية. كل مرة راح أضيف ملعقة إضافية وأستمر بالعجن. طبعا ممكن العجن يكون عن طريق الإيد أو بمحضرة الطعام، لكن العجانة بشكل عام أو محضرة الطعام تختصر علينا وقت وجهد. بعد ما وصلت لهي المرحلة خلاص راح أنزل كل المكونات. حتى كان بأسفل وعاء العجانة في عندي شوية طحين، نزلته مع كل المكونات، وراح أرجع أضيف القليل من المي، لأنه لابد من أني أعجن على إيدي بهاي الوصفة. العجانة ما راح تخلص كل شيء. وأبتدي أضيف المي مثل ما شايفين شوي شوي. تقريبا المقدار كلياته أخذ معي كوب وربع مي. طبعا يعني انتو ممكن يختلف معاكم مقدار المي حسب نوع الطحين المستخدم. واستمر بالعجن لغاية ما احصل على عجينة شديدة قوية، لكن بنفس الوقت ما فيها تشققات ومتجانسة كلها مع بعض. راح اقطعها الى 3 اجزاء. ممكن اعمل 3 فطاير كبيرة او 3 خبزات كبيرة، او اقطعها الى 6 اجزاء لحتى اعمل 6 قطع صغيرة. افردها بهاي الطريقة مثل ما شايفين، اخليها على شكل قرص بهاي الطريقة. اجمعها كلياتها فوق بعض، ما يحتاج اني احط بيناتها اي طحين او زيت او اي شيء، ما راح تلتصق لانها قوية. اغلفها واتركها لمدة نصف ساعة على الاقل. بهاي المرحلة راح اجهز الحشوة. انا راح استخدم حشوتين، واحدة لحمة وواحدة جبنة. الحشوة الأولى كمية بسيطة جدا من اللحمة مع كمية كبيرة من البصل المفروم. راح أضيف عليها بهار، وراح أضيف عليها ملح، وبعد ما أخلطها بشكل جيد لحتى تختلط كلها مع بعض راح أقسمها على عدد الخبزات اللي راح أحشي فيها. عندي 4. وهنا حشوة الجبنة عبارة عن جبنة عكاوي محليتها مع بقدونس وشوية حبة بركة. أرجع على العجين، أخذ أول قرص، أمسح الرخام بشوية سمن وأفردها بهاي الشكل بواسطة الشوبك. أحاول أفرده على قد ما أقدر بشكل طولي لغاية ما تصير عندي العجينة رقيقة. بعدها أدهنها بسمن وأحطها على جنب، وأكرر العملية لغاية ما أنتهي من قطع العجين ال6. أشتغل عليها بنفس الطريقة. بعد ما أنتهي من هاي المرحلة راح أخذ أول عجينة أنا فردتها تكون ارتاحت وأشتغل فيها بسهولة جدا. مثل ما شايفين هاي العجينة عندي إياها صارت طرية جدا. بواسطة الإيد بس أشد عليها بخفة، هي راح تفرد معاي وراح تصير معاي خفيفة وشفافة، تقريبا بسمك ورقة البقلاوة أو عجينة البقلاوة. هاي المرحلة أشبه ما تكون بتوريق الشعبيات لو أنتم مشتغلين فيها. استمر بنفس العملية، وعادي لو صار عندي شق بهاي العجينة، شق بسيط عادي ما يأثر، لأنه كلياته بالآخر رح ينلف كله مع بعض. استمر لغاية ما يعني أوصل للحد الأقصى اللي أقدر عليه من فرد العجينة، ولحتى تصير عندي شفافة جدا مثل هون. بعدين راح أمسح العجينة بشكل كامل بشوية من السمن، وبعدين راح أفرد عليها كمية اللحمة. طبعا كمية اللحمة اللي استخدمتها بكل المقدار 1/4 كيلو، فراح تكون جدا بسيطة بهي الوصفة. واللحمة نية وما تخافوا راح تستوي بإذن الله. أبتدي بإضافة اللحمة بهذا الشكل. شوفوا كمية جدا جدا بسيطة. اللحمة مفرومة خشن ومعها كمية من الدهن. بهي أوزعها، أنشرها على كافة العجينة، وأحرص إنه كل مكان يوصل الحشوة بشكل كامل لحتى ما يطلع عندي أماكن فاضية. ممكن تحشوها على فكرة بصل على الحل عادي، كمان تطلع طيبة. بعدها راح أبتدي باللف، ألفها بشكل أسطواني أو رول. ولو حسيت إنه شوي العجينة ناشفة ممكن أمسح
الرول وأنا أشتغل بشوية من السمنة. طبعا هاي الخطوة يعني اختيارية، لكن يعني أنا بالنسبة لي أفضل إني أعملها لحتى تتورق معي العجينة بشكل جيد. بعد ما أنتهي من لف الرول بشكل كامل أتأكد إني أغلقته لحتى ما تفتح العجينة من طرف. بعد ما أقفله بشكل كامل راح أمسح الرول بشكل كامل من برا بشوية من السمن، كمية جدا بسيطة. وبعدها راح ألفه بأي طريقة، ممكن بشكل يعني منتظم أو بشكل عشوائي. المهم إني ألفه مثل ما شايفين هاي الأسلوب، هاي الطريقة. بعد ما أنتهي من لفه راح أحطه بصاج. الصاج طبعا مدهون بسمن، بكمية جيدة من السمن. وراح أخليه أنتقل لتجهيز القرص الثاني. كمان مرة راح أمسح القرص كلياته، أمسحه بشوية سمن. هاي راح أعملها فطيرة جبنة مثل ما شايفين، عم أفردها بسهولة جدا جدا. مجرد ما إني أشد من الطرفين هي تفرد معاي من دون أي صعوبة. راح أفردها لحتى تكون رقيقة جدا، وأضيف كمية من السمنة. ممكن أنتوا تضيفوا زيت، لكن طبعا السمن أطيب بمراحل. وراح أحط كمية بسيطة أيضا من الحشوة، وراح ألفها بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب بشكل رول. بعد ما أنتهي من اللف راح أمسح بسمن وأشكلها على يعني أجمعها كلياتها مع بعض. بعدين بعد ما أجمعها أتأكد إنه السمنة موجودة بكل مكان. هاي الأكلة تحتاج دسم. وأخليها هنا بالصاج. بعد ما ارتاحت أحاول إني أفردها شوي وأتركها لمدة 10 دقائق، وأرجع بعد 10 دقائق أفردها للمرة الثانية. هاي بعد 10 دقائق راح أفردها للمرة الثانية لحتى تصير رفيعة جدا. أنا بدي إياها هيك. وتذكروا إنه أنا العجينة عندي ما فيها أي مواد رافعة ولا خميرة ولا بيكنج باودر ولا أي شيء. أستمر بفردها لغاية ما أوصل لسماكة رفيعة، وراح تكون جدا سهلة بالفرد لأنه العجينة أخذت كمية جيدة من السمن. بعدين راح أدهنها ببيض مخفوق مع شوية من النسكافيه لحتى يتحمر السطح. عندي الفرن ساخن على درجة حرارة 180 من الأسفل والأعلى. راح أحطها بالرف الأوسط وأتركها لغاية ما تتحمر من الجهتين، تاخذ وقتها الكافي. وهنا ما شاء الله بعد ما استوت اللي عندي القرص محمر من الأعلى ومن الأسفل بشكل متكامل. الخبز ناضج والحشوة استوت بشكل كامل، بالأخص اللحم، ومورقة بشكل حلو. هون ما شاء الله طبقات من العجين وطبقات من الحشوة، وطبعا مقرمشة من برا وهشة من الداخل. عن جد أنصحكم تجربوها. ممكن تستخدموا أي حشوة أنتوا تحبوا، ما تتقيدوا بالحشوات اللي احنا عملناها. ممكن تخلوها قرص كبير أو صغير. وإن شاء الله لما تجربوا هاي الوصفة راح تعجبكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لحتى يصلكم كل جديد. لا تنسوا اللايك ومشاركة الفيديو مع أحبابكم وأصدقائكم. وأهلا وسهلا فيكم جميعا.